عسلامة للمفيمان ومرحبا بكم في الجزء الثاني من إصلاح فرض مناقبة عدد واحد. باش نصلح لكم التمرين الثالث من مناظرة 2006. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للهندسة نقترح عليكم التمرين الثالث من مناظرة 2006. باش نشوفوا قديش التمرين هذايا قديش سهل وبسيط، أما كلمة كونكور ديما تفجعنا. ليكن OIG معينا في المستوي حيث OI عمودي على OG و OI تساوي OG. دونك كما العادة النقطة O، النقطة الواحدية E، ثم النقطة الواحدية G في المستقيم في محور التراتيب. ارسم النقطتين A إحداثيتها إلى 2 3 و B 2 و 3. بين أن النقطتين A و B متناظرتين بالنسبة إلى OG. OG هو محور التراتيب. نفكركم بالقاعدة عنا في الكتاب المدرسي صفحة 138 تقول وقت تكون عندي نقطة M إحداثياتها X و Y فإن مناظرتها بالنسبة إلى محور التراتيب كيفاش تكون معها؟ تكون معها نقطة M أولي بحيث يكون النقطتين لهما نفس الترتيبة، كيكونوا بالطبيعة متناظرتين بالنسبة إلى محور التراتيب يكونوا عندهم نفس الترتيبة ومتقابلتين في الفاصلة. إذن إحداثية النقطة A إلا 2 و 3، إحداثية النقطة B 2 و 3. A و B لهما نفس الترتيبة ومتقابلتين في الفاصلة، إذن A و B متناظرتين بالنسبة لOG. السؤال الثاني، أرسم النقطة D مناظرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة O. دونك ننصحكم نعملوا خط مستقيم يربط بين A و O، ثم ناخذ الكومبا ونعمل فتحة OA، ثم نعين بالكومبا النقطة D. السؤال ب، حدد إحداثيات النقطة D. نرجع للكتاب صفحة 138 نتفكروا القاعدة تقول كي تكون عندي نقطة إحداثياتها X و Y فإن مناظرتها بالنسبة إلى O هي نقطة إحداثياتها إلا X و إلا Y، يعني متقابلة معها في الفاصلة والترتيبة. لدينا النقطة A إحداثياتها إلا 2 3 ومناظرة A بالنسبة إلى O تساوي D، تساوي النقطة D. إذن إحداثية النقطة D هي 2 وإلا 3. السؤال الثالث، عين النقطة C بحيث يكون الرباعي OBCD متوازي أضلاع. توا ناخذ فتحة بالكومبا، الفتحة هذه بالكومبا ونجي لهنا ونعمل arc de cercle بالكومبا، وبعد نحسب البعد OD وناخذ الكومبا نحطه في النقطة B ونعمل arc de cercle نتحصل على النقطة C. إذن باش نتحصل على الرسم هذا، النقطة C باش تجيني هوني.
هذه الفاصلة هي 4 وهي فاصلة النقطة C. نتحصلوا على النقطة C. دونك السؤال ب: ما هي إحداثيات النقطة C؟ حسب الرسم إحداثية النقطة C 4 و0. بين أن OBCD معين. لدينا OBCD هو متوازي أضلاع، و OB تساوي OD، إذن هو معين. نقترح عليكم سؤال رابع ديما يجي في الامتحانات: لتكن E منتصف BD، أوجد إحداثياتها. هنا باش نطبقوا قاعدة. القاعدة تقول باش نلقى فاصلة النقطة E باش نسميها XE تساوي XB مع XD على 2، يعني فاصلة النقطة B مع فاصلة النقطة D على 2. باش نلقى ترتيبة النقطة E نسميها Y حسب القاعدة بالطبيعة، هي تساوي YB مع YD على 2. إذن XB 2 و XD 2، يعني 2 مع 2 على 2، و YB 3 مع YD إلا 3 على 2. إذن إحداثية النقطة E 2 و0 اللي هي شنو هي باش تكون؟ اللي هي منتصف BD. دوك تحصلنا على الإجابة صحيحة كما قاعدين نشوفوا. النقطة E اللي هي منتصف BD إحداثيتها 2 و0. هكا نكون كملت معكم إصلاح فرض المراقبة عدد 1. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نختم بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير. À très bientôt.